مشروع النهاردة مشروع محترم جدا، ينفع للبنات وينفع للشباب. مشروع النهاردة ممكن يدخل لحضرتك أو لحضرتك في الشهر 50,000 جنيه. في ناس هتقول لي أنت متأكد من الرقم ده يا هشام؟ هقول لك أيوة متأكد، وممكن يعدي كمان 50,000 جنيه. لكن الموضوع برضو مش سهل، والموضوع صعب، محتاج كام حاجة كده وكام تركية عشان تقدر توصل للمبلغ اللي أنا بقول لك عليه ده. تمام. ايه هو المشروع يا عم هشام؟ المشروع هو قناتك على اليوتيوب. انا عارف ان انت فتحت قنوات كتير، وعارف ان انت نزلت جميع المحتويات، ومحتواك كويس وتصويرك كويس والصوت كويس، لكن ما بيجيلكش مشاهدات. اخرك خالص يوم ما يجيلك مشاهدات 300 مشاهدة، 400 مشاهدة، 1000 مشاهدة، ده بالكتير خالص. ويوم ما بيحصل كده بتبقى انت حاسس ان انت راجل عالمي. بس انا عايز اقول لك ان انا جاي لك من المستقبل، وهديك اهم نصايح تعملها على قناتك، وتبدأ ان انت تاخد فلوس من المحتوى اللي انت بتقدمه. طيب، اول حاجة احنا بنعملها غلط، ودي بقولها للناس كلهم علشان بلاقي كومنتات دي كتير عندي. اول حاجة انت بتعملها غلط في القناة حاجة اسمها تبادل الاشتراكات. اوعى اوعى اوعى، ومن رابع المستحيلات تعملها تاني، انك تخش الواحد تقول له اشترك عندي في القناة، او انت مثلا ماشي مع واحد صاحبك تاخد تليفونه وتعمل اشتراك لنفسك. ده اكبر غلط على القناة، وتقريبا كلنا وقعنا في المواضيع دي في الاول. بس انا جاي بقول لك لو انت بتفكر تعمل كده فما تعملش كده. دي اول حاجة. تاني حاجة وده الاهم، خلي اول فيديو ليك على القناة يكون محتوى ترند. يعني ايه ترند؟ يعني مثلا هديكم مثال. النهاردة 1 فبراير اللي هو المتحف المصري هيفتتحوه فيه، اللي هو افتتاح المتحف المصري الكبير. فانت خلي حاجة زي كده تبقى هي أول فيديو على قناتك. يعني أنت مثلا لو أنت بتتفرج عليا دلوقتي قبل مثلا ما يبتدي افتتاح المتحف، ونزلت فيديو، أول فيديو ليك يكون عن افتتاح المتحف المصري، تأكد 1,000,000% إن قناتك هتعدي الفلنكات. ليه بقى؟ لأن اليوم ده بالذات هيكون فيه بحث كتير جدا بطريقة غير طبيعية، مصريين وأجانب، عن افتتاح المتحف المصري الكبير أو المتحف المصري الجديد. فخلي دايما أول فيديو ليك على القناة يكون محتوى ترند، محتوى رائج، محتوى الناس كلها بتتكلم عليه. لأن أنت مش هتبقى معتمد على المشتركين، لأن هيبقى مشتركينك صفر، فمحدش مفيش مشاهدات هتخش لك. فأنت بالتالي هتبقى معتمد على الاقتراحات او البحث. تمام. الناس بتبحث عن ايه؟ بتبحث عن افتتاح المتحف المصري الكبير، فاول ما هيكتبوا افتتاح المتحف المصري الكبير هيطلع قناتك. ليه؟ لان انت عملت حاجة الناس كلها بتدور عليها. تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة وده الاهم، انك لازم تعمل اعدادات قناتك صح. لازم تبدأ قناتك، انت بادئ قناتك علشان مثلا تعمل مشاريع، فطالما بدأت مشاريع يبقى تفضل مشاريع، طالما بدأت محتوى رياكت تفضل رياكت. ليه بقى؟ علشان في حاجة اسمها خوارزميات اليوتيوب. يعني اللي بيراجع قناتك ده مش شخص قاعد على كمبيوتر بيراجع قناتك، لا، ده حاجة زي ذكاء اصطناعي او ريبورت هو اللي بيراجع قناتك. فهو دلوقتي انت بتعمل محتوى رياكت، فهياخد الفيديو بتاعك يحطهم للناس اللي هم مهتمين بمحتويات الرياكت. انت بتعمل محتوى تعليمي، هياخد الفيديو بتاعك ويديه للناس اللي مهتمين بالمحتوى التعليمي. لكن انت بدأت مثلا محتوى رياكت، عملت محتوى رياكت، فكده الخوارزميات عرفت ان انت بتشتغل على الرياكتات، فهياخدوا قناتك يدوها لايه؟ للدرج اللي فيه المحتوى بتاع الرياكتات. فجأة مثلا عملت محتوى تعليمي، فانت كده بوظت خوارزميات قناتك. فخليك عارف ان انت المحتوى اللي انت هتبدأ بيه لازما تفضل شغال عليه لحد النهاية. شوف بقى نهايتك فين. تمام. طبعا طول ما انت شغال مفيش نهايه، بس طالما انت بدات محتوى رياكت، او انت حطيت في دماغك ان انا هبدا رياكت، يبقى لازم تخلي محتواك رياكت ما تغيروش نهائي، علشان خوارزميات اليوتيوب تعرف ان انت بتعمل محتوى رياكت، يدي الفيديو بتاعك للناس اللي بيحبوا الرياكتات. تمام. ده تالت حاجه وهي اعدادات قناتك. رابع حاجه بقى ودي مهمه
جدا 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 جدا. اهم طبعا من الكلمات المفتاحيه، تمام، اهم من كمان العنوان. يعني العنوان ده مهم جدا، بس الاهم من الاتنين دول، وحرفيا دي حاجه لازم كل الناس تهتم بيها حتى لو هتدفع مبالغ عليها، وهي الصورة المصغرة. دايما بيقولوا ان العين بتشتري قبل اي حاجة. يعني انت مثلا وانت ماشي بتتفرج مثلا على محل فيه تيشيرتات، مش هتقف الا لما تلاقي تيشيرت هو اللي سحب نظرك، سحب عينك. التيشيرت شكله مختلف عن اي تيشيرت انت شفته قبل كده. فدايما خلي قناتك او خلي الفيديو بتاعك يبقى الصورة المصغرة مختلف عن اي فيديو اي حد هيشوفه. ممكن تعمل حاجة سهلة جدا، حاجة بسيطة جدا ما يكونش فيها شغل عالي، بس لفتت نظر المشاهد فبالتالي هيخش على قناتك. تمام. فدي رابع حاجة، وهي الصورة المصغرة. اهتم بيها كويس جدا. ولو مش معاك او مش عارف تعمل صورة مصغرة، شوف حد متخصص ان هو بيعمل صور مصغرة احترافية جدا لو هتدفع عليها فلوس، لان هي الصورة المصغرة هي اللي هتودي فيديو بتاعك في حتة تانية. مثال، احنا بنتكلم مثلا عن ان احنا هننزل حاجة ترند زي مثلا افتتاح المتحف الكبير او افتتاح المتحف الجديد. تمام. لو الصورة تعبانة ممكن واحد يعدل الفيديو كده لكن لو الصورة مختلفة، فيها مثلا التماثيل، فيها فراعنة، فيها أنوار، فيها أشكال غريبة عن المعتاد، هتلاقي الشخص على طول دخل يتفرج. فلازم تخلي الصورة المصغرة هي مميزة أكتر حاجة في قناتك. لو زي ما قلت لك، لو أنت ما بتعرفش تعمل صورة مصغرة، بأي فلوس معاك ادفعها واعمل صورة مصغرة، أو شوف حد يعمل لك صورة مصغرة احترافية، علشان الحاجة دي هي اللي هتودي الفيديو بتاعك في حتة تانية. تمام. دي رابع حاجة. خامس حاجة بقى طبعا اتكلمنا عليها، وهي العنوان. العنوان برضو لازم يكون مختلف، بس الأهم من العنوان الصورة المصغرة. أنا بجيب لكم المواضيع تدريجيا. تمام. في واحد هيقول لك بس بس ما نبدأ، قبل ما نخش في الموضوع، العنوان مهم جدا جدا جدا، لأن برضو العنوان بيبقى المشاهد بيعدي عليه. يعني بيعدي على المشاهد ان هو بيقرا العنوان مع الصوره المصغره، فالاتنين مرتبطين ببعض، بس الاكتر الصوره المصغره. تمام. في حد هيجي يقول لي يا عم هشام، انا مش معايا كاميرا، مش معايا مايك زي اللي انت ماسكه، مش معايا مش عارف ايه، فانا المحتوى بتاعي الفيديو بتاعي مش هيبقى حلو، ما بعرفش اعمل مونتاج. المونتاج مش مهم، الصوت مش مهم. طب يعني مش انا مش بقول لك مش مهم يعني يبقى صوتك بايظ خالص. يعني انا ممكن اقفل دلوقتي المايك وعادي اصور من التليفون، انت فاهم، او اسجل من التليفون. يعني المونتاج مش شرط. زي ما انت هتتفرج على الفيديو ده، انا مش هعمل له مونتاج، هنزله زي ما هو كده، وممكن يجيب مشاهدات وممكن ما يجيبش، انت فاهمين. لكن دي حاجه بتاعت ربنا. لكن انا زي ما انتم شايفين هنزله من غير اي مونتاج. فبالتالي المونتاج مش شرط، الصوت مش شرط، كواليتي الصوره مش شرط. في ناس بتصور بتليفونات نوكيا وبتجيب 3 مليون و4 مليون، انت فاهم، ده مش حظ، لا، بس اهم حاجه المحتوى اللي هو عامله الناس حباه. فعلشان كده اتفرج عليه المشاهد، والخوارزميه بتاع اليوتيوب وديته لمشاهد تاني، وديته لاتنين، وديته لعشرة، وديته المية، وديته المليون. فبالتالي الفيديو بقى كويس. مش مشكلة خالص ان الكواليتي بتاعك يكون احسن كواليتي في العالم، او بكاميرا بروفيشنال، او بتليفون ايفون، او سيبك من الكلام ده كله. اقل تليفون عندك تقدر ان انت تعمل بيه محتوى. وبالدليل خش على اي فيديوهات على اليوتيوب، انت شايف ان الكواليتي بتاعه مش ضعيف، الكواليتي بتاعه ضعيف، هتلاقي مثلا بيصور بتليفونات تعبانه جدا بس بيجيب مشاهدات. ليه؟ المحتوى بتاعه رائج. زي ما انا قلت لك كده، اختار اول فيديو على قناتك، لان ده يكون اهم فيديو. اختار اول فيديو، تمام، ونزله عندك، بس الفيديو يكون رائج، يكون الناس كلها بتبحث عنه. يعني مثلا في حاجات كتير رائج طبعا مش هينفع اتكلم فيها، لان الحاجات دي مش هينفع ان انا اقولها لكم. تمام. مش عشان حاجة، بس عشان دي أعراض. طبعا الفيديو بتاع البت اللي اسمها مش عارف مين، والبت اللي اسمها مين، الفيديوهات اللي انتوا دي برضو من المحتويات اللي هي الرائجة اللي الناس بتبحث عنها. مش معنى كده انا بقول لك روح افضح البنت كذا، لا، بس انا بديك مثال المواضيع اللي انت تتكلم فيها، الحاجة اللي انت عارف ان الناس
اول ما هتنزل فيديو هتجري تتفرج عليك، علشان الحاجة دي هتكون مطلوبة جدا جدا جدا. بس يا شباب انا دي نصايح على على القناة. ما تبصش للقناة دي لان القناة دي لسه جديدة، في ناس تعرف ان انا كان عندي قناة بس راحت لحالها يعني. وبالمناسبة انا عملت قناة جديدة بتتكلم عن صيد السمك، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. يا ريت كل الناس اللي هتتفرج عليا وبتحبني وعايزة تعرف ازاي احنا نبدأ قناة بشكل احترافي، تخش عندي على القناة دي وتشوف اول فيديو ايه رأيكم فيه، وتكتبوا لي في الكومنت، وان شاء الله هنزل لكم مشاريع تاني كتير، ومشاريع هتنفعك وانت قاعد في البيت، مشاريع هتنفعك وانت في الشغل. وبس كده وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. كان معاكم هشام سعيد. سلام.